ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. شايفين بقى الجمال ده والحلاوه دي؟ يا سيدي يا سيدي على الجمال، ما شاء الله اللهم بارك. احلى فراخ دي ولا ايه؟ عملتها بطريقه سهله في صينيه واحده، وكانت ولا احلى من كده. بجد كانت ريحه وطعم وشكل، كانت كل حاجه اللهم بارك. ألف هنا للي أكل وألف هنا للي هياكل، واتفضلوا معانا. تعالوا يلا بسم الله، نسمي بسم الله وعلى بركة الله، ونبتدي في المكونات على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. نعمل اكلة بالظبط في نص ساعة، نعمل فراخ بأحلى طعم في نص ساعة بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم. اول حاجة معانا كمية الفراخ اللي انتم عايزينها. اي فراخ انتوا هتعملوها، لو حتى نص فرخه هتعملوها بالطريقه دي. معايا بقى الخضار بتاعنا، معانا بطاطس وفلفل وبصل، وكمان معانا طماطم. تمام. انا كده جبت الحله بتاعتي اللي انا هعمل فيها، وابتديت حطيت فيها زيت يعني. الزيت كده انزل كده بكميه الفراخ. زي ما انتم شايفين وسامعين الصوت بيكون عامل كده. تمام. اهو. هفضل كده انزل بقطع الفراخ اهو كده. لحد ما تاخد الصدمه بتاعتها اهو. برضو هحاول بقى ايه ان انا افرد واحطها كلها وهنشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين كده انا فردت كل كميه الفراخ بتاعتي اهو الصينيه. تمام. آه، لحد ما احس ان الفراخ آه، نشفت. تمام كده. البهارات بتاعتي بسيطة جدا. فلفل أسمر أهو، أعمل كده أهو. فلفل أسمر، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة برضه من الكمون. تمام. شوية من الملح. تمام. ورق لوري. 2 حبهان وبفتحهم، فصين من الحبهان وبفتحهم كده. بس دي البهارات بتاعتنا. طبعا انا مستنياها تاخد الصدمه من تحت وبعدين نكمل. اللهم بارك، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده كان شكل الفراخ بعد ما قلبتها. طبعا قلبتها الناحيه التانيه عشان تاخد الصدمه زي دي بالظبط. هنا انا جهزت الخضار بتاعي، فلفل وبصل وبطاطس. وطبعا انا عامله الثوم الطماطم عصراها. تمام. هنزل كده بالبصل، وهنزل كده هنزل بالخضار كله على بعض. حلو. ابتدي كده ان انا انزل بالخضار بتاعي كده. عامله فلفل حامي وفلفل دامي. تمام. طبعا انتوا بقى حسب الرغبه اهو. ونزلت كمان بالبطاطس. حلو كده اللهم بارك. اهو. ابتدي كده بقى ايه انزل كده ايه الخضار. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ابتدي كده ايه احاول برضو ان انا انزل الخضار تحت كده، بحيث ان هو مش شمع. تمام. بحيث ان كل حاجه تاخد تقليب. تمام كده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو. برضو الخضار بتاعي نزل اهو. قلبتها تقليبه اهو. اهو يا جماعه ما شاء الله. هحط عليها شويه واسيبها شويه وبعدين احط الطماطم. تمام. ما شاء الله زي ما انتم شايفين هي خلاص اصلا يعني 10 دقايق وتبقى استوت. هنزل عليها بشوية عصير طماطم تاخد بس اللون وخلاص كده. تمام.
زي ما انتم شايفين هتتصفى بقى وخلاص على كده. وبإذن الله نحطها تحت الشواية تاخد اللون الجميل، وبإذن الله أحلى وأطعم فراخ. زي ما انتم شايفين كده ده كان شكل الفراخ بتاعتنا، حاجة كده ما شاء الله بجد، اللهم بارك، ريحة تحفة، شكل حلو. زي ما انتم شايفين كده. بتمنى ان فيديو اليوم يعجبكم، كمان وصفتي في الفراخ والطريقة تعجبكم. اعملوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله بإذن الله آه، تكون حلوة. مستنية رأيكم. استودعكم الله في رعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.